مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مائلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة الدائمة. إحياء مجازر الاستعمار الإثيوبي في قرى إقليم عنسبة. تنظيم دورات في العلوم الاجتماعية في مدرسة وارساي كالو. روسيا تصف محادثاتها مع الولايات المتحدة بالبناء. ترامب يشيد بمكالمة مثمرة مع الرئيس البرازيلي لبحث التجارة والعقوبات. انهيار أرضي مفاجئ يخلف قتلى وعشرات المفقودين في قلب الأمازون. السلام عليكم ورحمة الله. تم الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 ديسمبر للمرة 30 في أسمرة على مستوى البلاد. وأوضح مدير عام قسم الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرت آف السهية إن المجتمع الإريتري لديه قوانين تقليدية راسخة تحمي الحقوق المتساوية والكرامة الإنسانية للمواطنين ذوي الإعاقة قبل أن تصبح دولية، وإن هذا اليوم هو بمثابة تذكير بضرورة الاعتراف بالتحديات الحالية المتمثلة في الإعاقة والعمل معا للحد من عواقبها. وأكد ممثل منظمة رعاية الطفولة الدولية اليونيسيف لدى إريتريا السيد عبد الله محمد إنه على الصعيد العالمي يستمر النضال من أجل ضمان أن يصبح الأشخاص ذوي الإعاقة مبدعين ومنتجين ومقاتلين من أجل التغيير، وأن يتمتع الأطفال ذوي الإعاقة على وجه الخصوص بفرص متساوية في الحصول على التعليم وفرص الرعاية الصحية. وأشاد السيد عبد الله بالخطوات التي يتم اتخاذها في إريتريا لتعزيز برامج إعادة التأهيل المجتمعية التي تهدف لضمان تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. وتم عرض لوحات وأعمال فنية وحرف يدوية أنتجها أشخاص ذوي إعاقة ضمن مراسم الاحتفال. أقيمت في مدينة كرن يوم 2 ديسمبر مراسم إحياء ذكرى المجازر الوحشية التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارية الإثيوبية في قرى إقليم عنسبة عامة، والمجازر المرتكبة قبل 55 عاما على وجه الخصوص. وقد وضع حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في مناسبة إحياء مجازر الاستعمار الإثيوبي التي نظمت تحت شعار لم ننسى وحشية الاستعمار الإثيوبي، وضع إكليلا من الزهور على مقبرة ضحايا عونة وتنظيم مسيرة إلى استاد أسمرة مصحوبة بلافتات تحمل أسماء وأرقام ضحايا القرى 67 التي نفذت فيها المجازر الوحشية. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد سراج حجي أن 3107 من الإريتريين الأبرياء قتلوا قبل 55 عاما في 67 قرية. من جانبه قال السفير عبد الله موسى إن الأنظمة الاستعمارية الإثيوبية ارتكبت فظائع وحشية لإضعاف نضال الشعب الإريتري التحرري وإركاع الشعب الإريتري، لكن شعب إريتريا لم يسعى إلى الانتقام، وأطلق سراح أكثر من 130 ألف جندي إثيوبي تم أسرهم في المعركة النهائية بدافع التعاطف الإنساني. وذكر السفير عبد الله جميع المواطنين بضرورة المساهمة في جعل هذه المجازر كنصب تذكاري للتاريخ والعناية بالآثار والمقابر في القرى التي وقعت فيها المذابح. وقدمت في المناسبة شهادة الناجين من المجازر وتنظيم عروض فنية. تخرج 1875 عضوا للاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا تلقوا دورة في المرحلة الأولية والمتقدمة في العلوم الاجتماعية في مدرسة وارساي كالو يوم 1 ديسمبر في ساوة. تضمنت الدورة التي قدمت من 24 من نوفمبر المنصرم وحتى 1 ديسمبر الجاري محاضرات في الميثاق الوطني وآداب القيادة والإدارة ومقدمة الرؤية الوطنية وأسس الثقافة والقيم الوطنية الإريترية وصحة الشباب وبنية ووحدة الشعب الإريتري والتنمية وبناء الوطن وفوائد وأهمية التنظيم والعولمة وتأثيرها، بالإضافة إلى تاريخ النضال التحرري ومسيرة الصمود المريرة التي مرت على البلاد. وذكرت مسؤولة متابعة فروع الاتحاد بالأقاليم الآنسة هيلين أمينة إن الاتحاد يقوم بعمل جاد
لتعزيز وتوسيع التنظيمات الشبابية والتدريب لضمان كفاءة الشباب في كافة المجالات. وأكد ممثل الخريجين أنهم سيعملون بجد على المعرفة التي اكتسبوها. وفي كلمته الختامية حث قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي المتدربين على لعب دور قيادي في تحقيق التوازن بين أقرانهم وخدمة مجتمعهم. نظمت إدارة الإقليم الأوسط بالتنسيق مع مؤسسة كمبيوتر تيك الخاصة سيمينارا اليوم الأربعاء 3 ديسمبر حول التهديدات الأمنية في تكنولوجيا أنظمة المعلومات وكيفية الوقاية منها لمسؤولي الأقسام والفروع والوحدات وخبراء أنظمة المعلومات بالإدارة. وأشار مدير عام قسم الإحصاء وأنظمة البيانات الجغرافية سيد تدروس تخليه في كلمته إن السيمينار يهدف إلى ضمان خدمات آمنة وفعالة في أنشطتهم اليومية من خلال تثقيف المسؤولين عن التشغيل حول الاحتياطات والمعالجة التي يجب أن يتخذوها في إدارة الأنظمة وخبراء أنظمة المعلومات حول المخاطر المحتملة وكيفية منعها. وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة كمبيوتر تيك السيد روبيل ولد ميكائيل سيمينارا تضمن مواضيع رفع الوعي بالتقدم التكنولوجي واتجاهاته المستقبلية وأهمية أمن المعلومات وتحديد المخاطر والثغرات الشائعة واتباع نظام معلومات معترف به دوليا والإجراءات التي يجب ممارستها داخل الأنظمة المعلوماتية. كما أشار المشاركون إلى أهمية السيمينار وحثوا على تنظيم سيمينارات مماثلة بشكل منتظم نظرا إلى تطور تكنولوجيا المعلومات باستمرار. وشكر المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان القائمين على السيمينار وحث المشاركين على العمل على أرض الواقع لتطويره. عقد مكتب التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعا مع المعلمين في أفامبو وعدي لضمان جودة التعليم. ودعا مسؤول المكتب الأستاذ فسحية كداني المعلمين إلى القيام بدور رائد لزيادة نتائج الطلاب إلى أكثر من 75% من خلال الارتقاء بجودة وكفاءة التعليم. وذكر بتعزيز دور ومساهمة الشركاء ولجان المدرسة. بجانبه دعا رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر إلى تعزيز دور المعلمين في الحملة الجارية لتحسين المشاركة الضعيفة للإناث. أفاد المهنيون الزراعيون بأن المزارع النموذجي صقاي قبرمازين أصبح قدوة للكثيرين بنشاطه الزراعي والتغييرات التي يحققها. وذكر المزارعون والمهنيون إن المزارع صقاي الذي يقوم بزراعة الفاكهة والخضروات على مساحة 1.5 هكتار في ضاحية عد جيغونو بمديرية مايمنة يجب تشجيعه على كفاءة إنتاجه وإدارة أراضيه. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية خلال الزيارة إن المزارع صقاي تمكن من زراعة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات في غضون 3 سنوات. وأضاف أن ما يميز محصوله هو إمكانية الإنتاج مرتين في العام باستخدام الإدارة السليمة للأرض والمياه. من جانبهم أفاد المزارعون إن رؤية جهود صقاي حفزتهم على القيام بأنشطة مماثلة. وأوضح المزارع صقاي أنه زرع حتى الآن 1600 شتلة موز و200 شتلة باباي و130 شتلة جوافة و50 شتلة مانجو و40 شتلة ليمون وطالب بحل مشكلة المواصلات في المنطقة. وأشاد مدير مديرية مايمنة المقدم أبراهام هيلة بالمزارع المثالي على جهوده وأكد على تعاون إدارة المديرية معه وحث المزارعين الآخرين على السير في خطاه. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال يوري أوشاكوف كبير مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المحادثات التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا كانت بناءة رغم بقاء ملفات عالقة تتطلب مزيدا من العمل. وأوضح أوشاكوف في تصريحات للصحفيين أن الجلسة التي استمرت ل5 ساعات كانت مفيدة وبناءة وموضوعية إلى حد كبير، لكنه أشار إلى أن المباحثات تناولت الإطار العام لمقترح السلام الأمريكي دون التطرق إلى صياغات نهائية.
وتأتي هذه التصريحات عقب لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في محادثات عقدت في الكرملين ضمن مسعى متجدد من إدارة ترامب للتوسط في اتفاق سلام، بينما اتفق الطرفان على عدم الكشف عن تفاصيل المناقشات. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمكالمة أجراها مع نظيره البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا بعد أسابيع من تقلب العلاقات إثر سجن حليفه اليميني الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو وفرض رسوم جمركية. وقال ترامب إنه بحث مع لولا دا سيلفا بمكالمة هاتفية قضايا التجارة والاقتصاد ومكافحة الجريمة المنظمة. من جهته قال القصر الرئاسي في البرازيل إن لولا شكر ترامب على قراره إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الصادرات البرازيلية من السلع بما في ذلك القهوة ولحم البقر. وخلال المكالمة التي استغرقت 40 دقيقة والتي وصفها القصر الرئاسي في البرازيل بأنها مثمرة للغاية، شددها لولا أيضا على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة على الصعيد الدولي. قتل 12 شخصا وفقد 30 آخرون إثر انهيار أرضي مفاجئ في ميناء إيباريا النهري بمنطقة أوكايال الواقعة في غابات الأمازون وسط جمهورية البيرو. وأفادت وكالة الأنباء البيروفية إندينا نقلا عن الشرطة أن الانهيار تسبب في جرف قاربي ركاب كانا راسيين على ضفة النهر ما أدى إلى غرقهما بالكامل. وأوضح المركز الوطني لعمليات الطوارئ أن الحادث وقع نتيجة تآكل ضفة النهر، مشيرا إلى أن أحد القاربين لم يكن يحمل ركابا في حين كان على متن القارب الثاني نحو 50 شخصا. وأكد المركز أنه تم طلب دعم البحرية البيروفية لعمليات البحث والإنقاذ، فيما لا تزال الجهود مستمرة للعثور على المفقودين وانتشال الضحايا. أطلقت الصين صاروخا حاملا قابلا لإعادة الاستخدام يوم الأربعاء من شمال غربي الصين، ونجحت المرحلة الثانية من هذا الصاروخ في الوصول إلى مداره المحدد، إلا أن عملية استعادة المرحلة الأولى لم تنجح. وانطلق الصاروخ تشوكي 3 من منطقة دونغ فينغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري، وكانت تسعى الشركة الصينية في أن تصبح الشركة الثالثة بعد سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك وبلو أوريجين التابعة لجيف بيزوس في اختبار مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام بنجاح. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة الدائمة. إحياء ذكرى مجازر الاستعمار الإثيوبي في قرى بإقليم عنسبة. تنظيم دورات في العلوم الاجتماعية في مدرسة وارساي كالو. روسيا تصف محادثاتها مع الولايات المتحدة بالبناءة. ترامب يشيد بمكالمة مثمرة مع الرئيس البرازيلي لبحث التجارة والعقوبات. انهيار أرضي مفاجئ يخلف قتلى وعشرات المفقودين في قلب الأمازون. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.